بيبدأ الفيلم مع باركر وهو متنكر في زي قسيس وداخل لمدينة ملاهي كبيرة، وبيروح باركر يقطع تذكرة من شباك تذاكر الألعاب، وبيطلب منه صاحب لعبة الحظ إنه يساعد بنت صغيرة علشان تكسب لعبة. وفعلا باركر بيرمي الأسهم على البالونات وبيصيب العدد المطلوب وبيخلي البنت تكسب لعبتها، وساعتها البنت بتفرح جدا وبتشكره. وفي الوقت ده المجرمين روس وميلندر بيحاولوا يعملوا حفرة تحت الأوضة اللي فيها خزنة الفلوس اللي بتدخل من التذاكر، وبيكونوا متنكرين في زي مهرجين. وبيرن باركر جرس باب الأوضة وبيفتح له الموظف بين، وبيتعامل معاه بشكل لطيف جدا، وبيفهمه باركر إنه مستني عربية هتيجي توصله لبلده، ولحد ما تيجي هو عاوز ياخد جولة في الملاهي ومعاه شنطة مش عارف يسيبها فين. فبيعرفوا بين على مكان أوضة الاستضافة اللي ممكن يسيبها فيها، ووقتها بيكون راس وميلندر خلصوا الحفرة وبيخرجوا منها بالأسلحة للموظفين. وبيصوب باركر السلاح بتاعه عليهم وبيدخل الأوضة وبيعملوا حالة من الرعب في المكان. وبنعرف إن باركر رئيس العصابة، وإن راس وميلندر هم المساعدين بتوعه، وبيكونوا داخلين للملاهي من البداية علشان يسرقوا الخزنة. وبيلاحظ باركر إن بين خايف جدا لدرجة إن قلبه بيوجعه، فبيروح له بيأكد له إنهم مش هيقتلوه ولا هيقتلوا حد، وبيحاول يطمنه بالكلام وبيسأله لو كان مرتبط. فبيرد عليه بين بصعوبة وبيعرفه إنه بيحب بنت. ووقتها بيأكد له باركر إنه هو وحبيبته هيتفرجوا على النشرة بالليل مع بعض، وهيشوفوا العملية اللي بيعملوها دلوقتي في الأخبار. وبيكون كارلسون زميلهم مستنيهم بره ومتنكر في لبس شرطي ومعاه عربية شرطة. وبيقدر باركر وزمايله إنهم يفتحوا الخزنة بالمعدات اللي معاهم وبيسرقوا الفلوس اللي فيها. ووقتها بيفتكر باركر اليوم اللي كان فيه مع حبيبته كلير في حفلة، ويومها قابل أبوها هيرلي وحكى له هيرلي عن عملية سرقة الملاهي اللي عاوزين يعملوها، وعرفوا على ميلندر علشان يشاركوا في العملية، وفهموا إن ميلندر رجل عصابات قوي. وفي الوقت ده كان هاردويك مساعد باركر بيحرق كومة من القش في الملاهي علشان يشتت بيها الناس، في الوقت اللي زمايله بيحاولوا يهربوا فيه بالفلوس. وبيحصل انفجار كبير في المكان بسبب حرق هاردويك للقش، وفعلا الناس بتخاف وبتبدأ تهرب. وأثناء ما الناس بتجري كارلسون بيدي إشارة للعصابة بإن الجو مهيأ للهروب، وساعتها بيخرجوا معاهم الفلوس وبيحطوها في شنطة العربية وبيتحركوا. وبعدها بيخرج باركر وبيخلع الباروكة اللي كان لابسها وبيتحرك لوحده. ولما بيوصل باركر عند هاردويك بيضربوا باركر وبيتعصب عليه لأنه حرق القش في المكان الغلط، وكان ممكن يأذي عدد كبير من الناس. ووقتها بتوصل العربية اللي سايقها كارلسون وبينقلوا الفلوس من عربية الشرطة لعربية تانية وبيركبوا فيها كلهم. وفي الطريق ميلندر بيعرض على باركر انهم ما يقسموش الفلوس اللي خرجوا بيها من العملية دي، وانهم يستنوا يستخدموها كراس مال في عملية اكبر منها، لكن باركر بيرفض. فبيفهموا ميلندر انهم لو قسموها دلوقتي كل واحد منهم هياخد 200,000 دولار بس، لكن لو دخلوها في عملية اكبر كل واحد هيكون نصيبه 2 مليون دولار. وبيطلب منه يتخيل الشنطة فيها ألماس بدل دولارات علشان يغريه ويخليه يوافق، بس باركر رافض وبيصمم على رأيه. ووقتها بيسأله ميلندر عن اللي هيعملوا فيه لو رفض انه يوزع الفلوس، فبيعرفوا باركر انه هيقتله في أقرب فرصة. وهنا بيبطأ كارلسون سرعة العربية وبيخرج مسدس في السر علشان يقتلوا بيه باركر، بس باركر بيشوفهم وبيهجم عليهم كلهم وبيضربهم، وبتدور معركة عنيفة بينه وبينهم. وباركر بيضرب كارلسون رصاصة في ودنه وبينط من شباك العربية. وقتها ميلندر بيأمر هاردويك انه ينزل وراه ويقتله قبل ما يبعد، وبيرفض هاردويك لانه بينزف، بس بيجبروه انه ينزل له. وساعتها بيقرب هاردويك من باركر وبيكون باركر نايم على الارض وبيتألم، وبيضربوا هاردويك بالنار وبيحدفوا قدام البحيرة علشان يغرق. وبعدها بيتحقق مع بين وبيحكي اللي حصل للشرطة، وبيعرفهم انه مش فاكر ملامح باركر بس فاكر انه كان لابس لبس القسيس. وفي نفس الوقت ده باركر بيكون فاقد الوعي عند البحيرة بعد ما هاردويك ضربه بالنار. وبيلاحظ وجوده مجموعة من الناس كانوا ماشيين بعربية على الطريق، وبينزلوا عنده وبيتأكدوا انه عايش وبياخدوه معاهم عشان ينقذوه. وبيبدأ باركر يفوق في العربية وبيشوف الناس اللي أنقذوه وبيحاولوا انهم يطمنوه بانه في حمايتهم وبينقلوه للمستشفى. وبيصحى باركر على صوت نشرة الأخبار وبيسمع فيها عن الجريمة اللي نفذها الصبح، وبيتضايق جدا لما بيعرف إن في ناس ماتت في الحريقة اللي عملها هاردويك. وبيحاول يقوم من السرير بتاعه، بس المريض كوين اللي جنبه بيطلب منه يستنى وهو هيتصله بالممرضة، وبيرفض باركر وبيطلب منه ما يعرفش حد إنه هيمشي. وبيشوف كوين إن تصرفات باركر مجنونة لأنه بيحاول يفك الشاش والجبس لنفسه من قبل ما يخف. ووقتها بيدخل واحد من الدكاترة لكوين علشان ياخده لجلسة الأشعة بتاعته، فبيهجم باركر على الدكتور وبيخنقه لحد ما بيموت. وبيخاف كوين جدا وبيترجى باركر إنه ما يأذيهوش. وبعدها باركر بياخد لبس الدكتور وبيلبسه وبيخرج من الأوضة ومعاه كوين على كرسي متحرك.
وبيتصرف كأنه دكتور بيشتغل في المستشفى لحد ما بيوصل عند الباب الرئيسي وبيسيب كوين بالكرسي وبيتمنى له ان صحته تتحسن وبيسيبه وبيمشي وبيروح يسرق عربية إسعاف وبيتحرك بيها. ولما بيحس ان التعب زاد عليه بيركب محلول لنفسه علشان الدم اللي نزفه. وبعدها بيرجع باركر للبيت وبيغير هدومه وبياخد حاجته في شنطة وبيخرج قبل ما حد يلاحظه. وبيركب العربية وبيتصل برجل الأعمال نورت وبيعرفه إنه تبع هيرلي ومحتاج لأوراق مزورة علشان تثبت شخصيته ويقدر يتعامل مع الناس. وبيسأله نورت لو كان عايز فلوس، فبيعرفه باركر إنه مش عاوز لأنه هيقوم بعملية جديدة بكرة وهيعوض اللي اتسرق منه. وتاني يوم بيروح يقف عند مستودع أموال وبيكون جاك موظف المستودع واقف بره المكان. ووقتها بيروح باركر عند جاك وبيهمس له بإنه لو نفذ المطلوب منه مش هيتأذي. لكن جاك بيعرف باركر إن السلاح اللي معاه أكبر من سلاحه. وساعتها باركر بيضربه بالنار في رجله وبيأمره إنه يدخله المستودع. وبيفضل باركر مصوب المسدس بتاعه على جاك علشان يضمن إنه مش هيهرب أو يخدعه. وبيعرف من جاك إنه ليه شريك جوه المستودع اسمه أوليفر وبيعملوا خدعة على أوليفر عشان باركر يدخل المكان. وفعلا بيقدر باركر إنه يخدع أوليفر ويدخل وبيكتفه هو وجاك علشان محدش يبلغ عنه. وبعدها باركر بيسرق الفلوس اللي موجودة وبيحطها في شنطته وبياخدها ويخرج من المستودع في هدوء. وبيروح بعدها يقابل نورت وبيعرفه باركر إنه محتاج عربية ورخصة وإثبات شخصية. وبيسلم باركر لنورت ظرف فيه فلوس وبيوعده نورت إن كل الأوراق اللي طلبها هتجهز في خلال 5 أيام. وتاني يوم بيروح باركر لبوبي أخو هاردويك وبيطلب منه إنه يعرفه مكان أخوه. فبيؤمر بوبي المساعد بتاعه إنه يخرج باركر من المكان. وقتها بيهجم باركر على مساعد بوبي وبيضربه وبيدور قتال عنيف بينه وبين بوبي وبيخنقوا باركر بكرسي معدن وبيهددوا بإنه لو ما عرفوش مكان هاردويك هيفضل يضغط على رقبته بالكرسي لحد ما يموته، وإنه عاوز يلاقي أخوه لأنه سرق فلوسه هو ومالندر اللي كان بيشتغل لحسابه. فبيعرفوا بوبي إن هاردويك في شاطئ النخيل في فلوريدا. ولما بيخرج باركر من عنده بيتصل بهيرلي وبيعرفوا إن جه الوقت اللي هيطلعوا فيه رحلة مع بعض. وتاني يوم بيتصل بوبي بهاردويك وبيحكي له اللي حصل بينه وبين باركر وبيفهمه إنه اضطر يقول له على مكانه علشان ما يقتلوش. وقتها بيتعصب هاردويك جدا لأنه كان فاكر إن باركر مات. ولما بيعرف مالندر إن باركر لسه عايش بيضرب هاردويك لأنه كان مكلفه هو بقتله. وبيكون مالندر على وشك إنه يقتل هاردويك بس زمايلهم بيعرفوه إنهم محتاجينه معاهم في العمليات اللي جاية. وساعتها مالندر بيسيب هاردويك وبيأمره إنه يكلم عمه دانز اللي في شيكاغو ويخليه أجر شخص محترف يقتل باركر قبل ما يوصل لهم. أما هيرلي فبيطلب من كلير إنها تقفل الباب على نفسها كويس علشان تبقى في أمان لحد ما يرجع. وبيسيبها وبيمشي بعربيته وبتقفل كلير الباب بإحكام. وبعدها بتطلع للأوضة بتاعتها علشان تحضر شنطة السفر. في الوقت ده بيتسلل المجرم للبيت وبيقدر إنه يفتح الباب بآلة حادة كانت معاه وبيدور على كلير في كل حتة في البيت لحد ما كلير بتسمع صوت واحد من الأبواب وبتعرف إن في حد معاها في البيت. وساعتها بتتوتر جدا وبتمسك آلة حادة في إيديها عشان تدافع عن نفسها. ولما بيوصل المجرم لأوضة كلير مش بيلاقيها وبتكون كلير استخدمت سلم متحرك ونزلت بيه من الشباك. ولما بيسمع المجرم صوت السلم بيروح عند الشباك وبيشوفها وهي بتدمر له عجلة العربية بتاعته بالآلة اللي معاها علشان ما يقدرش يطلع وراها لما تهرب. وبتركب كلير عربيتها وهي منهارة وبتتصل بباركر وبتحكي له على اللي حصل معاها. فبيطلب منها باركر إنها تروح عند معسكر التخييم وتقعد هناك وبيوعدها إنها تبقى في أمان. وبتسأله كلير هيجي ياخدها إمتى، فبيعرفها إنه هيجي لها قريب. وفي نفس الوقت ده في فلوريدا بتروح ليزلي تترجى الشخص اللي اشترت منه عربيتها إنه يسمح لها بمهلة أسبوع علشان تقسط باقي ثمنها. فبيعرفها إنه يحجز على العربية، لكن ليزلي بتفهمه إنه كل شغلها من خلال العربية وإنه لو أخدها فلوسه مش هترجع له، فبيضطر إنه يسيبها لها. وتاني يوم بيروح باركر يقابل نورت علشان يستلم الورق بتاعه، بس بيتفاجئ من وهو بره المكتب إن رجالة دانز وصلوا لنورت وبيأمروه بتسليم باركر. ووقتها بيدخل باركر للمكتب وبياخد الورق بتاعه وبيكتشف إن اسمه المزور هو بارمت. وبيطلب منه نورت إنه يقتل رجالة دانز وبيفهمه إنه لو رفض هيقتلهم هو بنفسه وهيقتله بعدهم. وساعتها نورت بيفضل يضرب نار على المجرمين لحد ما بيقتلهم. وبيأمروا باركر إنه يضرب عليهم تاني علشان لو حد فيهم لسه عايش. وبعدها بياخد الورق بتاعه وبيسيبه وبيخرج من المكتب. وساعتها هيرلي بيخاف على بنته وبيحاول يخدع باركر بإن بوبي كذب عليه علشان ما يقتلوش. وبيعرفه إن العصابة مستحيل تقدر تمارس أعمالها في شاطئ النخيل لأن هناك في حراسة مشددة من الشرطة. فبيعرفوا باركر إن مالندر مجرم محترف وبيقدر يخفي جرايمه بطريقته الخاصة. ومش بيلاقي هيرلي حل قدامه علشان يحمي بنته غير إنه يدفع لباركر فلوس العملية اللي اتسرقت منه، بس بيفهموا إنها من دانز. ووقتها بيتضايق باركر إن هيرلي بيستخف بعقله وبيعرفوا إنه فاهم إن دانز مستحيل يدفع لحد علشان يبعده عن طريقه أو يتفادى شره. ووقتها بيفهموا هيرلي إنه خايف على بنته اللي المجرمين قدروا يوصلوا لها وهي قافلة الأبواب كويس
وإنه خايف يتقتل هو كمان. فبيعرفوا باركر إن اللي مكتوب له يموت بطريقة هيموت بيها، لأن محدش يقدر يتحكم في مصيره. وبيصمم إنه يسافر لشاطئ النخيل. وفي نفس الوقت ده بتروح ليزلي لشغلها في شركة الإرشاد السياحي في شاطئ النخيل، وهي مهددة بالحجز على عربيتها لأن معهاش فلوس تسدد اقساطها، وبقالها فترة مش بتقبض عشان مفيش عملاء بيجوا عن طريقها، لحد ما بتعرف إن في واحدة زميلتها جاي لها عميل غني، وبنعرف إن العميل ده هو باركر. ووقتها بتسرق ليزلي معلوماته علشان تتعامل معاه بدل صاحبتها وتاخد هي عمولة من الشركة. ولما بيوصل باركر لشاطئ النخيل بتروح ليزلي تقابله وبتاخده في رحلة في المدينة وبتفضل تحكي له عنها، وبيحس باركر إنه مرتاح معاها وبيطلب إنهم يتقابلوا تاني. وتاني يوم بيخرجوا مع بعض وبتفرجوا ليزلي على البيوت اللي في المدينة وبتحكي له عنها، لحد ما بتيجي عند البيت اللي ساكن فيه مالندر وعصابته. وبيعرف باركر ساعتها إنه لقى هدفه، وبتسأله ليزلي عن نفسه فبيعرفها إنه اسمه دانيال بارنت وإنه اتولد في الإكوادور. وبتحس ليزلي إنه بيكذب عليها. ولما بترجع ليزلي لبيتها بتدور على أي معلومات تخص باركر من خلال الكمبيوتر، لكن بتكتشف إنه ما عندوش بطاقة ائتمان بالاسم اللي قاله لها، وساعتها بتتأكد إنه كذب عليها. وفي الوقت ده بتجيلها رسالة من المعرض اللي جابت منه عربيتها بإنهم مضطرين يحجزوا عليها لحد ما تسدد القسط. وفي الليل باركر بيوصل لبيت العصابة وبيشوفهم من شباك بره البيت، وبيستنى لما يخرجوا كلهم، وبيدخل هو وبيزرع سلاحه تحت الترابيزة. وبعدها بيدور على أسلحة العصابة، ولما بيلاقيها بيدمرها كلها علشان ما يقدروش يستعملوها. ولما بيسمع صوت عربيتهم قريبة من البيت بيقدر يهرب قبل ما حد فيهم يلاحظ وجوده. وبيتفاجئ ان ليزلي مستنياه في عربيته، وبتعرفه انها ما لقتش اي تعاملات مصرفية تخصه بالاسم اللي قاله لها، وبتحاول تعرف علاقته ببيت مالندر. فبياخدها على الفندق اللي نازل فيه علشان يسكتها، وهناك بتعرفه انها فاهمة انه جاي في مهمة غير مشروعة، وانها مستعدة تقف جنبه بشرط انه يديها عمولة. وبتعرفه كمان ان الناس في شاطئ النخيل اذكياء جدا وممكن يوقعوه بسهولة، وعلشان كده لازم ياخد معاه حد عارف كل تفاصيل المدينة. وبتفهمه ان هي انسب شخص للمهمة دي، فبيعرفها باركر انه هيفكر في عرضها. وتاني يوم بيتصل باركر بليزلي وبيعرفها انه عاوز يقابلها، وبتفرح ليزلي جدا وبتروح له. وساعتها بيفهمها باركر انه عاوز يرجع فلوسه اللي العصابة سرقتها منه، وانه لما راح البيت بتاعهم عرف انهم بيخططوا لسرقة كمية كبيرة من المجوهرات. فبتعرفوا ليزلي انها اكيد مجوهرات الاميرة مريم اللي هيعملوا عليها مزاد بكرة. وبيرد عليها باركر وبيقول لها انه هيسرق المجوهرات منهم بعد ما يسرقوها وهيديها نسبتها. وبعدها بيقعد باركر لوحده في البيت، وبيهجم عليه واحد من رجالة دانز ومعاه سكينة، وبيحاول يطعن باركر، وبيدور قتال عنيف بينهم. وبيلبس المجرم لباركر كيس في دماغه وبيحاول يخنقه، بس باركر بينقذ نفسه وبيضرب المجرم على دماغه وبيخليه يفقد الوعي. وفجأة بيفوق المجرم وبيطعن باركر في ايده، وبيقدر باركر رغم ألمه الكبير انه يرمي المجرم من البلكونة ويقتله. وبيقع باركر معاه، لكن بيمسك في سور البلكونة وبينقذ نفسه وبيخرج السكينة من ايده. وتاني يوم بيتعمل المزاد في القصر، وأول ما المزاد بيبدأ بتنفجر قنابل في المكان، وبنعرف إن عصابة مالندر هي اللي كانت زرعاها. وبتتنكر العصابة في لبس رجال مطافي، وبيروحوا للفندق على إنهم هيطفوا الحريق، لكن هم في الأساس رايحين يسرقوا المجوهرات. وفعلا بيقدروا إنهم يسرقوها، وبيخرجوا من المكان بسرعة بلبس غواصين وبينزلوا للبحر. وقبل ما يوصلوا للبيت بيسبقهم باركر وبيدخل يستناهم جوه. وبعد دقايق بتوصل ليزلي عند بيت العصابة وبتشوفهم من الشباك وهم بيفحصوا المجوهرات اللي سرقوها. ووقتها بيلاحظ هاردويك وجودها وبيدخلها للبيت وبيضربها، وبيكونوا عارفين ان باركر هو اللي بعتها، وبيفضلوا يدوروا عليه في البيت لكن محدش بيلاقيه. وبيلاحظ مالندر ان ليزلي بتبص على حد، وهنا بيتأكد ان باركر موجود معاهم، وبيدور عليه مالندر وبيلاقيه، وبيصوب عليه المسدس علشان يقتله، لكن مش بيشتغل بسبب الخدعة اللي عملها باركر لما دمر الأسلحة. وبيهجم باركر على مالندر وبيضربه بعنف وبيقتله. ووقتها هاردويك بيهدده بقتل ليزلي لو فكر يأذيه، فبيفهموا باركر انه ما عندوش مشاكل في قتلها، وبيكون هاردويك هيقتلها لكن السلاح بتاعه مش بيشتغل برضه. وهنا بيضربوا باركر رصاصة في دماغه وبيقتله، وبياخد المجوهرات وليزلي وبيخرجوا من البيت. وفي العربية بيطلب منها باركر انها تخبي المجوهرات عندها، وهو يبعت لها شخص ياخدهم منها ويبيعهم ويبعت لها نسبتها. وفعلا بتمشي خطتهم زي ما اتفقوا. وبعد فترة بيبعت لها باركر على بيتها بالبريد صناديق فلوس، وقتها بتفرح جدا لأنها ترجع عربيتها. وبكده يكون باركر حقق انتقامه ورجع فلوس أكتر من اللي اتسرقت منه. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقية الأفلام يشترك ويفعل الجرس.